انا كسرت الفيست مشات بتاعتي، وتعالى اقول لك ليه. واي حد دلوقتي لازم يتكرر ورايا. اوعى تفتكر ان فيست المشتريات ما فيهاش ربا، حتى لو قالوا لك 55 يوم بدون فوائد. هتقول لي دار الافتاء قالوا انه حلال، انت مالك اصلا بتاعي تتكلم فيه؟ ما كانش فيه فوائد بتوع ال 55 يوم لو انت ما سددتش، بس دلوقتي اللعبه اتغيرت. حلو، يبقى الحساب كان 7000 جنيه، البنك خد مني 330 جنيه زياده على اساس انها مصاريف او معامله. طب حلو، ما هو ده كده ربا، بس في صوره مصاريف او معامله، او يا عم هنقول مصاريف اداريه، هنجيبها بالشيكه شويه. والمصيبه الاكبر لو انت عديت ال 55 يوم، لا اتقل بقى واسمع في اللي جاي. السلام بقى لو سبتها سنه يطلع لك فوق المبلغ الاصلي 1680 جنيه زياده. بقى من الناس اللي مقسطه عربيه ومقسطه ايفون، دول وقعتهم سودا. طبعا مش هتكلم مع الحبايب اللي بيروحوا الساحل بالفيزا وبيشتروا مش عارف الماشين بقى ايه، اي حاجه فيها فيزا هم جايين فيها. انا لو عندك في البيت لابتوب او اي حاجه فيها كاملات وتقدر تبيعها وتسد بيها جوع، اعمل كده. مش تروح تاكل ربا وتقعد تقول لي حرام عليك عايز تموتني. لا يا حبيبي، انت مضطر لما مفيش بديل اطلاقا، مفيش بديل اطلاقا. انت مش عايز بينا، انا مرتب 4000 جنيه اكل منها، حرام عليك. لا، واحده واحده كده. انا كلامي مش ليك، انا كلامي اللي جايب لابنه لابتوب وجايب له عربيه حتى لو صغيره، وفي الاخر يقول لك اجيب منين، انا مضطر اكلهم ربا. والشيطان يجي يقول لك يا عم ادفع دلوقتي ونسدد بعدين، انت مش شايف ظروفك؟ في الاخر كده الفيزا ليها سببين ما لهمش تالت. حلو، تعالى اقول لك ازاي. اول سبب ان انت عندك مرض قوي جامد جدا وللاسف ما ينفعش، لازم تسحب من الفيزا. اول حاجه التانيه ان حضرتك قاعد في البيت وهتتكرش منه ولازم تاخد كارد، ما فيهاش كلام. قابل بقى منشن لصاحبك اللي بيقسط كل حاجه في الكومنتات وخليه فوق، ما تنساش تعمل متابعه. ولو فاكر الموضوع بسيط، لا الموضوع مش بسيط خالص. زي ما ربنا قال في مصحفه الكريم: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل والله واسع عليم. صدق الله العظيم. وبرضه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زانية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.